السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى حبيت ان انا اطلع لكم علشان اشكركم واقول لكم ان انتوا بجد يعني منورين حياتي والله. وبشكركم على كل كلمة حتى لو كان الكلام بسيط، وحتى لو كنتوا مش كتير قوي، بس بجد بجد بشكركم جدا على الكلام الحلو اللي انتوا بتقولوهولي والتشجيع اللي بتشجعوهولي. ويا رب دايما كده اكون عند حسن ظنكم، ودايما كده ان شاء الله روتيني يكون بيشجعكم. ويلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف هنعمل ايه النهاردة. طبعا اول حاجة زي ما احنا متفقين، الهدوم. طالما في هدوم، لا اما هننشر هدوم لا اما هنلم هدوم ونطبق هدوم كالعادة. فانا النهاردة كان عندي بقى شوية غسيل كده على الحبل، فحبيت ان انا المهم. الغسيل كتير شويتين، يعني مش هقول لكم كتير شوية، لا شويتين ثلاثة. مع ان والله العظيم يعني هو ده غسيل يومين. كنت بغسل وبلم، يعني بغسل وبنشر وبلم، بغسل وبنشر وبلم. وبعدين بقى رحت قلت ما بديهاش بقى دي ودي قاعدة، ويلا بينا بقى ايه نخلص الغسيل ده كله ونطبقه، علشان نشوف بقى احنا عندنا ايه النهارده وهنعمل غدا ايه النهارده. فقلت اخلص كده من الغسيل، علشان طول ما هو قدامي كده انا ببقى متضايقه جدا. بحبش اشيل الغسيل من على الحبل واسيبه يتركن. يعني بحب اشيل الغسيل واطبقه على طول وارجعه في مكانه كده. فبدات بقى ان انا اقعد بقى على جبل الغسيل ده كله، والله جيت اشتغل وانا قاعده معرفتش. فقلت لا، انا ببقى اسرع وانا واقفه. فقمت بقى قلت ما اقف بقى كده وابتدي ان انا اطبق في الغسيل كده، واخلصه واعين كل حاجه في مكانها. واللهم صل على النبي، خلصت تطبيق الهدوم، وعينت كل حاجه في اماكنها، كل هدوم بتاعت حد عينتها له في مكانها. ودخلت بقى على المطبخ بقى نشوف احنا هنطبخ ايه النهارده وهنعمل ايه النهارده. عندي بقى النهارده فضلة خيركم كده. كان حد معدي من تحت البيت يعني، فنزلت جبت منه لفت. هنملح لفت باذن الله، بس في الفيديو الجاي باذن الله. النهارده بقى هنعمل محشي ورق لفت. بصوا، تحفة تحفة تحفة، من احسن المحشي اللي ممكن تعمليه وتاكليه في الشتاء. فجبت طماطم وجبت خضرة وجبت الورق وكده. فبدأت بقى ان انا اول حاجة اعملها ان انا اسلق الورق. طبعا ورق اللفت ما بيستلقش زي ورق العنب وزي ورق الكرنب يا جماعة. ورق اللفت المية يا دوبك بتبقى سخنة، يا دوبك ما بتغليش، يا دوبك بس بتبقى سخنة. بحط فيها شوية ملح زي ما انتوا شفتوا كده، وببتدي ان انا انزل بالورق بتاعي. يا دوبك هي بس بغطسه كده في المية، يا دوبك ياخد بس السخونية بتاعة المية، وبطلعه تاني لان الورق بتاع اللفت ما بيستحملش. فطبعا كنت انا حاطه بقى في الحوض مصفى وفاتحه الميه. كنت بشتري الورق من الميه السخنه، واحطه على طول تحت الحنفيه اهو زي ما انتوا شايفين كده. وبغسله غسله كويسه. وبعمل بقى ايه التسبيكه بقى، التسبيكه بتاعه المحشي. كان معايا هنا 3 بصلات كبار كده، قطعتهم وفرمتهم في الكبه زي ما انتوا شايفين. ومعايا هنا بقى الزيت على النار سخن. نزلت بقى بالبصل بتاعي، وبدأت ان انا اشوحه كده لحد بس البصلة ما تدبل. انا مش عايزة البصلة تاخد لون، هي بس تدبل. في المقطع ده بقى معلش يا جماعة، المقطع بتاع التوابل اتقص مني، فمش مشكلة. انا هقول لكم انا حطيت ايه. انا حطيت للبصل حطيت ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة وشطة. اللهم صل على النبي. وبس يعني اكتر من كده ما حطيتش، هو بس. وظبطت الملح بتاعي، وحطيت مكعب مرق الدجاج او مكعبين. حطيت مكعبين مرق الدجاج والبهارات اللي قلت لكم عليها دي، وحطيت شويه سكر زي ما احنا متفقين. السكر بنحطه لما بيكون فيه طماطم وتسبيكه وكده. اخدت بقى شويه صلصه زي ما انتم شايفين كده، هقول لكم دلوقتي هنعمل بها ايه. وهسيب الطماطم بتاعتي، هي كانت غلت غلوتين كده. فاخدت انا شويه الصلصه دولت وسبتها بقى لحد ما اتسبكت خالص زي ما انتم شايفين كده. كنت انا بقى غاسله الرز، ونزلت كده بالرز بتاعي على الصلصه وهي بتغلي، وهقلبهم تقليبه حلوه كده مع بعض. انا مش هسوي الرز ولا اي حاجه، ده يا دوبك بس كده الفه بس لفه مع الصلصه. وهنزل بالخضره بتاعتي على طول. واول ما هنزل بالخضره هطفي النار على طول، علشان انا مش عايزه الخضره يعني لونها يغير، عايزاها تفضل خضره كده وحلوه.
فاهو كنت مخرطه طبعا الخضره وغسلاها كويس قوي، فنزلت بيها كده على الرز والصلصه، واديتها تقليبه زي ما انتم شايفين كده، وطفيت هنا النار، وسبت بقى الخلطه الجميله بتاعتنا دي تبرد كده، علشان ابتدي ان انا امسك الرز كده، وابتدي ان انا احشي اعرف امسكه يعني وكده. سبته يبرد شويه. جبت بقى الحله اللي هحشي فيها، طبعا كنت سايبه شويه ورق. الورق اللي انا حطاه في ارضيه الحله، الورق ده مش مسلوق، هو انا غسلاه كويس وحطاه علشان يتحمل الغليان وكده، ويتحمل تسويه المحشي. فحطيت في الارضيه ورق زي ما انتم شايفين، وبدات ان انا الف الصوابع المحشي بتاعتي كده. انا بحب الصبع يكون صغير، ما بحبش وما بحبش الصبع كمان يكون مليان رز قوي. يعني زي ما انتم شايفين كده، بحط شويه رز يعني مناسبين، وبلف الصابع بتاعي يكون مش صغنن قوي ولا هو كبير قوي، يعني وسط. زي ما انتوا شايفين كده، مفيش اسهل من كده. هاخد بقى انا الحله بتاعتي واقعد بقى كده، علشان اعرف ان انا اقعد احشي كده، لان مش هقدر احشي كل الحله دي وانا واقفه طبعا. هروح اعمل لي كده كوبايه قهوه كده حلوه، وهروح اقعد كده واخلص الحله بتاعتي زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. انا الورق والله ما شاء الله عمل لي كميه الرز بتاعتي يعني كلها، ما سبتش رز، ما تبقاش منه رز. وجبت الورقتين دول غطيت بيهم وش الحله، والمعلقتين شويه الصلصه اللي انا قلت لكم عليهم هنعمل بيهم العقد. جبت هنا يعني شويه من الميه وحطيت عليهم الصلصه، وابتديت ان انا كل البهارات اللي انا حطيتها في الخلطه بتاعتي هنزل في العقد برضو بيها. حطيت مكعب مرقه، وربع معلقه شطه، وربع معلقه كمون، وربع معلقه كزبره ناشفه، وربع معلقه فلفل اسود، وظبطت الملح بتاعي. سبت بقى العقد بتاعي ده يغلي كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هو هنا كان بيغلي كويس قوي، لان لازم يغلي يا جماعه، مينفعش تنزلي بالعقد بارد على الرز وكده، لازم يكون سخن زي ما انتوا شايفين كده، ويكون بيغلي بالمنظر ده. حطيت بقى انا طبعا ظابطه الكميه مظبوط قوي، يعني شويه العقد اللي انا عملتهم على قد الحله بالظبط. اه حتى انا بشاور لكم بصبعي وبقول لكم ان العقد مظبوط جدا. هنحط بقى الحله بتاعتنا تستوي على النار، وبسم الله ما شاء الله ما شاء الله، ده المنظر. بعد ما استوي كان تحفه، كان زي الزبده ما شاء الله ما شاء الله، بالف هنا وشفا. ويا رب اللي يجربه يعجبه بطريقتي باذن الله. اهو ما شاء الله كان بيلمع كده، وكان زبده بجد بجد، احلى محشي ممكن تاكليه في حياتك في الشتاء. طول ما الموسم بتاع اللفت والورق اللفت موجود، ما تفوتيش الفرصة دي، ولازم تجيبيه وتعمليه. طبعا احنا وسخنا شوية مواعين جامدين قوي، فلازم كنا نخلص منهم. انا هنا مسرعه لكم مقطع المواعين جدا، يعني ضغطاه جامد علشان ما يبقاش طويل عليكم. فزي ما انتوا عارفين، وزي ما انا دايما بقول لكم، انا بحب اغسل المواعين واخرج من المطبخ، والمطبخ زي الفل، علشان يعني ما بقاش حاسه ان في حاجه متراكمه عليا. لان لما بنتغدى وبنقعد طبعا بنتقل ومبقاش قادرين نقوم نعمل حاجه. فيا دوبك بس على قد الطبقين اللي هيخرجوا من المطرح ما بنتغدى. فما بحبش اسيب يعني مواعين في الحوض وكده. فحبيت بقى ان انا اخلص من شويه المواعين بالشكل ده كده، وخلصتهم الحمد لله. وهنا المقطع ده المفروض مترحل، يعني المفروض هو قبل ما انا كنت اغرف. انا بوريكم منظر ما شاء الله المحشي وهو لسه جوه الحله، كان ما شاء الله استوى وكان زي الفل. وده كان المحشي بتاعي، ويا رب يكون عجبكم.